احنا ما راح نجاوب على هالاسئله ان نقول لا والله حدثنا بطوله امس او بطوله الدوري اللي راح والدوري الجميل او غيره. ان شاء الله لكل حادث حديث، وان شاء الله الجماهير جميعها تطلع على الموسوعه تجد ما يسرها باذن الله عن تاريخ الهلال وعن جميع منجزات نادي الهلال في كافه الالعاب. يعني احنا كره القدم تناولناها بشكل اوسع وكافه الالعاب، حتى على مستوى الالقاب، حتى على مستوى توثيق كثير من الانجازات، وعلى مستوى ادارات النادي، حكايه التاسيس والى اخره. كل هذا الامر موجود ان شاء الله. الموسوعه 256 صفحه، وان شاء الله انها يعني تغني المشجع الهلالي عن كافه الاسئله اللي دائما تطرح. فيما يخص توزيع الكتاب، ابتداء من اليوم متواجد هو في الرياض، واللي يبغى يشتري من مكانين، اللي هو جرير، مكتبة جرير، وايضا فيرجن ميجا ستور فرعها في نخيل مول، بالاضافه الى اونلاين ينباع عن طريق موقع مدارك، وهذا يوصل اي مكان في العالم، والاضافه الى books.com يوصل اي مكان في السعوديه. بكل تاكيد انه الكتاب راح يكون موجود ابتداء من اول معرض قادم راح يكون في شهر 11 ان شاء الله في الشارقه، وراح يستمر في كل معرض في الخليج او في الوطن العربي تشارك في مدارك. اول كتاب راح يكون كتاب نادي الهلال. بالتاكيد انه بيكون في تحديث ان شاء الله، ربما مع المنجزات ومع كل موسم ان شاء الله، عاد وحسب ما ترى اداره النادي وحسب ما احنا نشوف يعني من الاقبال الجماهيري ومدى تلهف الجماهير لهالموسوعه، ربما انها حتى ممكن يصير في مشاريع اخرى، ربما انها تتحول الكترونيا او غيره. احنا يعني ما نستبق الاحداث، ننتظر ونشوف ان شاء الله وش اللي في المستقبل يصير. سعر الكتاب ان شاء الله راح يكون يعني ما بين 50 الى 60، وان شاء الله يكون مناسب للجميع. احنا وثقنا بطولات الهلال، ما هي القضيه في رقم وتاريخ ومباراه وكذا، هذه اي احد يستطيع الحديث عنها، لكن لما توثق كل بطوله بالصوره اعتقد انه يكون الوضع يعني حتى اكثر توثيقا واكثر دقه. الحمد لله بطولات الهلال لكره القدم بالتحديد جميعها وثقت بالصور، وليس صوره واحده، اكثر من صوره، يعني اقل بطوله ربما وثقت بصورتين على اقل بطوله. والحمد لله يعني هذا بذلنا به جهد كبير جدا بالتعاون مع صحيفه الجزيره وصحيفه الرياض، وهم مشكورين صراحه اللي يعني دعمونا بكثير من الصور. أرشيف الصحف، يعني الصحف عندنا كثيرة، بالذات نتكلم عن اللي 30 سنة وقبل. هذه الصور ما تحصلها في الصحف يعني أكثر شيء، أو الناس المهتمين بشكل خاص ممكن يتعاونون معنا يعني بطريقة ودية إنه يدعمكم بالصور وزي كذا يعني، لكنه جهد يعني على فترة طويلة، يعني لما تجمع صور كثيرة بعدين تختار الشيء المناسب منها عشان تظهر شيء للناس مناسب للحدث والمناسبة.